استاذ خالد من المحله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ خالد، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. في صوت. انا برحب بالدكتور محمد ابو سعود والدكتور محمد سعد ومركز البنات كلهم ان هم ليهم الفضل الاول والاخير في مصر على نشر الثقافه دي. ما شاء الله. انا بدات معاهم فتره كبيره وحضرت دوره معاهم من حوالي سنتين، والحمد لله دلوقتي بقالي سنتين عندي دود وبطلع منه فيرم كومبوست وفكره رائعه. طب كلمني عن التجربه اكتر استاذ خالد. الدود اللي عندك حضرتك بتستخدمه في نطاق ازاي؟ هل ممكن يبقى عندك في البيت باسكت فيه بعض الديدان دي وتحط بقايا الطعام، ولا بتستخدمه في الارض عشان تحسين التربه؟ يعني الديدان اللي عندك بتستخدمها ازاي، ومدى انتشار هذه الثقافه؟ اذا كنت حتى خدت دوره تدريبيه مع الدكاتره الافاضل، الثقافه دي ازاي تنتقل لثقافه مجتمع؟ والله هي بدات واحده واحده وبدأ مع الشباب. يعني الشباب اللي هو سنهم صغير اكتر الناس متفهمه الفكره. طب انت عرفت ازاي في الاول يا استاذ خالد؟ والله حضرتك انا اصلا كنت بصطاد سمك، فكنت بتعامل مع الديدان كطعم للسمك. كطعم للصيد. ايوه. وبعدين ايه بحث عن النت مره في مره لغايه ما وصلت بقى للدكتور محمد، وتابعت معاه لمده مثلا 3-4 سنين لان كانت الدود النوع اللي يطلع بره المعمل. واول دوره عملوها كانت دوره مجانيه حضرتها مع الدكتور محمد ابو سعود والدكتور محمد سعد. ما شاء الله. وخدت منهم 100 جرام هديه مجانيه وشهاده ان انا حصلت على التدريب. ومن يومها الحمد لله متابع معاهم وبدات ان انا ازود في كميه الدود. وفي الاول كان بيبقى عندي مثلا زرده او بط صغير كده فيه المخلفات بتاعه الشقه. شويه بدات اخد من الجيران من اصحابي اجمع منهم قشر البيض فكل الشاي لغايه الحمد لله لما الاعداد بدات تكتر شويه وتكبر. فنقلت البابروكر مع واحد زميلنا عملنا شركه مع بعض انا وهو، وبدات دلوقتي المزرعه يبقى حجمها الحمد لله كبير. وبدانا كمان عملنا صفحه على الفيس اسمها دود الكومبوست، فيها حوالي دلوقتي 14,000 واحد متابع. فالفكره الحمد لله بتنتشر. ومعانا طبعا الدكتور محمد ابو سعود والدكتور محمد سعد قدم في الصفحه. استاذ خالد، في حد بيجي يقول لك اشتري دود؟ كتير جدا. بتسالهم هل هو طعم للصيد ولا لا طبعا للمنزل؟ الفكره الاولانيه نمره واحد بنعملها عشان نطلع منها زر كومبوست يطلع زرع كل واحد يزرع على سطح بيته شويه فلفل شويه بتنجان شويه طماطم يطلع شويه جرجير يطلع الحاجه اللي هو بيستخدمها في قلب البيت بتاعه. طيب معلش هطول على حضرتك شويه يا استاذ خالد. الحاجات اللي انت يعني البسكتات اللي موجوده عندك او المزرعه اللي موجوده عندك، هل مش على قد المنازل ان هي تاكل البقايا الديدان تاكل بقايا؟ هل حد عنده اراضي بيجي ياخد مثلا كميه عشان تحسين جوده الاراضي او تحسين التربه؟ يعني النطاق بدا يبقى اوسع شويه؟ هقول لحضرتك هو طبعا عشان احنا الكميات اللي عندنا مش بنطلع كميه زر كومبوست كبيره قوي في الاول. فاحنا بادئين دلوقتي على ايه؟ الناس اللي هي عندها فيلا مثلا وعنده عنده جنينه فيها شويه شجر فبيسمدهم، او حد بيزرع فوق السطح بتاعه فبياخد الفيرم كومبوست برضه ويسمد بيه. بدانا نخش في سكيل جديد ان احنا ندخل الفيرم كومبوست ده مع الناس اللي بيعملوا مشاتل، اللي هم بيجيبوا البذره يعملوا شتله وبعدين يبيعوها لمزارع كبيره. لغايه ان شاء الله ما الفكره تكبر يبقى عندنا اصلا من الفيرم نبدا ان احنا نسوقها. اخر سؤال ده يا استاذ خالد، ست البيت يعني حضرتك متزوج؟ طبعا مراتي كانت من اهم الاسباب اللي دعمتني في الموضوع ده. في الاول هي كانت خايفه من شكل البيضه. ايوه. انما مع الوقت بقى مره بقت هي والولاد يعني ايه يا بابا عايزين نرش ميه يا بابا عايزين نحط يعني ايه ده هم مسميين الفكره. يعني ده بيفكرني بدود الأز زي نفس الفكره بالظبط. يعني ما فيش اي هلع او خوف من الاطفال عند حضرتك او من الزوجه؟ لا ولا له ريحه ولا بيخوف ولا بيعمل مشاكل. هو محطوط يعني في البدايه خالص انا كنت حاطه معايا في اوضه النوم. يعني الصندوق الصغير ده كنت واخده من الدكتور محمد كنت حاطه اكيد حاجه ايه غاليه عليا جدا يعني عشان اشبعها كل شويه. يعني قلت مثلا المطبخ يعني بقايا الطعام الاكل. حضرتك احنا ما عادش عندنا اصلا بقايا التسرين. لدرجه ان احنا بنجيب كمان من المحلات الفاكهه عيش الفاكهه اللي هم بيرموه، المحلات اللي بتعمل كوكتيل. ساعات سوق الخضار مثلا لو في حاجات بقى كتير برضه بنتفق مع حد يجيبها لنا. ما شاء الله. بتفق مع الحلوانيه عشان نجيب لهم قشر البيض. كويس. احنا كنا نتمنى تكون معانا والله يا استاذ خالد يعني لو يعني ان شاء الله لو في استكمال للموضوع تكون معانا ان شاء الله. بشكرك استاذ خالد وان شاء الله كتير وننور البنت هو والدكتور محمد ان شاء الله ربنا يوفقك وتنشر هذه الثقافه للقضاء على كل المخلفات الموجوده والقمامه، لان هي آفة فعلا في كل المجتمعات.
ويعني مش عايزه اخص المجتمع المصري لان دي مشكله ليست اقليميه او محليه، هي مشكله عالميه. شكرا استاذ خالد.